هذا الكلام بالنسبه للشباب اللي تقول على انه حشيش قال علي كلام خبيث ليله الامس. خليني اقول لك حاجه واحده، لما عالجك دكتور سبيدي بالام 79 وانت متخبي وراء العربه الصفراء مثل المنوب، لك ليش مو خسرت الكلام هناك؟ اوكي، لك ليش ما قلت كلام فاحش؟ لك خليني اقول لك يا ابن الحلال، دكتور سبيدي ضاربك الان ب1-0، 1-0 يا ابن الحلال. اوكي، ضربتك في 4 اشهر. اوكي، 4 اشهر. بدايه دكتور سبيدي في اليوتيوب قام بردع حشيش يا صاحبي، ردع قوي. اوكي، وخليني اقول لك انه مقطعك جاب 200,000 مشاهده يا ابن الحلال، وازيد من 23,000 لايك لك. الشباب تعرف انه انت هو المنوب الحقيقي يا ابن الحلال. وبالنسبه للشباب اللي كانت تدعمه في ذاك الكلام اللي كان عم يقول، خليني اقول لك شباب انه بسيكو 7 اش قال كلام كفايه على فريق حشيش. اوكي، وبالنسبه لك لما تكلمت مع الهيروشيما شخصيا قالوا لي اشياء خرافيه يا صاحبي. وخليني اقول لكم حاجه شباب في اطار هذا الكلام. شو بقول لكم شباب، في اطار هذا الكلام لازم تعرف انه هم مش عايزين دكتور سبيدي يصبح واحد مثلهم. اوكي، لانه دكتور سبيدي الان اصبح واحد من برنامج الشراكه ياخذ جواهر مثلهم بالضبط. دكتور سبيدي حصل على الفيريفيكيشن بادج في قناتهم باليوتيوب مثلهم بالضبط. دكتور سبيدي عنده الدرع الفضي مثلهم بالضبط. دكتور سبيدي عنده احلى جيش واقوى جيش يا ابناء الحلال، مش مثل جيشهم. اوكي، بس جيش قوي عن جيش حشيش. اوكي، لهيك of course they will hate me baby of course. خليني اقول لك يا ابن الحلال انه دكتور سبيدي في كل مقطع ينزل يدخل على الترند المغربي قرابه المكان الثالث او المكان الرابع. اوكي، وكل الصور تثبت ذلك. لما تدخل الترند المغربي تشوف دكتور سبيدي دائما في الترند. دكتور سبيدي اللي مو يمتلك حاسوب جيمر، دكتور سبيدي اللي مو يمتلك حساب رهيب، دكتور سبيدي يمتلك مهارات واشياء كده، وما فيش كلام يا صاحبي. لما ندخل الباتل رويال ما فيش كلام. اوكي، خليني اقول لك يا حشيش، انت مجرد شو بقول لك يا صاحبي، عمرك 36 سنه. خليني اقول لك يا ابن الحلال، لك روح قابل لك حاجه يا صاحبي، لك روح صلي وزكي يا صاحبي، راح تروح لجهنم. اوكي، وبالنسبه للبطن السمين اللي عندك يا ابن الحلال، خليني اقول لك لازم تروح للجيم. اوكي، اسمع، راح اخلص عليك دروس الجيم. اوكي، راح اخلص عليك دروس رياضه لحتى تروح تنقص ذاك البطن، لانه راح تموت فيرجن يا صاحبي. believe me you will die virgin. اوكي شباب، مو عايز اتحدث حول هذا الموضوع. اوكي، بالنسبه للشباب اللي يسوون البثوث المباشره مثل هيروشيما، كانت في محادثه بيني وبينهم يا ابناء الحلال. قالوا شيء مش عايز اتحدث عليه. اوكي، بس خليني اقول لكم شباب انه الشباب كلها اللي تسوي فري فاير ما فيش اشخاص يدعموا بعض. اوكي، في مجرد استغلالات واشياء. ولما يشوفوا قنوات صغيره تكبر مثل قناه الهيروشيما، ما شاء الله يا شباب، جات قناه من ورايا وقربت الان تشد قنوات كبيره تسوي فري فاير. اوكي، لهيك دي هيتم. وخليني اقول لكم يا ابناء الحلال، ليش بتحدث على الهيروشيما؟ اوكي، لانهم ابناء بلدي. اوكي، وبيعرفوا شو يسوون يا ابناء الحلال. بس خليني اقول لكم يا حشيش حبيبي، خليني اقول لك حاجه. تعال على انستغرام، ابعت لك تقريبا $100 على الباي بال، راح اخلص لك شهر بتاع الرياضه. اوكي، روح سوي لك رياضه بيفور يو ويل داي فيرجن. اوكي، وخليني اخذك عند اوبتيك بتاع النظارات لحتى يسوي لك نظارات روعه لانتو يا صاحبي. مجرد كلام. اوكي، مجرد شرشره، مجرد رجل. اسمع، لو انا عمري 35 سنه ولسه بسوي بث مباشر واشحد على الدونيشن يا صاحبي في ستريم لايفز، فاقسم بالله راح اطلع لاقرب سطح. وش ما بعرف شو اقول لكم شباب. خليني اقول لكم يا ابناء الحلال، مش عايزين نتحدث على الصبايا، لانه لما يحضر الام 79 مش يبقى كلام. اوكي، حشيش مجرد ابني، رغم انه كبير يبقى مجرد ابني. اوكي، واللي عايز يشوف حشيش مش راح يشوف ولا اي حشيش. اوكي، في دكتور سبيدي الان فقط. والبثوث المباشره سواها دكتور سبيدي ضد في هذا الشباب، لحتى عشاق قناتي مو يروحوا يشوفوا بثوث مباشره بتاع شباب اخرين. تعالوا عند الدكتور وقضوا اليوم كامل برفقه الدكتور يا ابناء الحلال. اوكي. خليني اقول لكم يا شباب، راح نطلق الان شويه مزيكا. اوكي، وراح نروح نجيب شويه ميه. اوكي.